تستمر دولة الاحتلال التركي في هجماتها العدوانية على مناطق شمال وشرق سوريا. هذه الهجمات التي بدأت مع تبني شعوب المنطقة لمشروع الإدارة الذاتية، هذا المشروع الذي يصون حقوق كافة مكونات الشعب في شمال وشرق سوريا ويحقق الديمقراطية، وفي الوقت نفسه يعد النواة الأساسية لحل الأزمة السورية. إن آلة حرب الدولة الاحتلال التركية لا زالت تشن ضدنا حربا وحشية باستخدامات المسيرات والطائرات الحربية واستخدام حتى الأسلحة المحرمة دوليا. ومنذ 19 تشرين ثاني المنصرم صعدت الدولة التركية من هجماتها على مناطقنا مرتكبة مجازر بحق المدنيين ودمرت البنية التحتية، وكذلك استهدفت المستشفيات والمدارس والجوامع ولم تستثني شيئا من عدوانها. هذا الشعب الذي قدم آلاف الشهداء في سبيل أن يعيش بأمان وأن يحقق طموحاته الآن يتعرض إلى هجمات متتالية من الدولة التركية، وتصل هذه الجرائم إلى مستوى جرائم حرب. مرة أخرى نؤكد أن هجمات الدولة التركية شكلت وتشكل خطرا جديا على حياة ملايين الناس الذين يعيشون في هذه المنطقة، ومن ضمنهم النازحين من المناطق السورية الأخرى. إننا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وانطلاقا من حرصنا على أمن وسلامة مواطنينا، نتوجه لشعبنا بكافة مكوناته وشعوب العالم وكافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والدبلوماسية لمساندتنا في حملتنا التي ستنطلق يوم 10 من كانون الأول الجاري على منصات التواصل الاجتماعي وفي الإعلام لفرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا. هذه الحملة تستهدف وقف آلة الحرب التركية من تدمير البنية التحتية وقتل المدنيين والأطفال، وتعريض شعبنا وثقافاته إلى خطر الإبادة. مرة أخرى ندعو الجميع للمشاركة في هذا الهاشتاج الذي سينطلق في 10 من هذا الشهر لإيصال صوت شعبنا المظلوم والذي يتعرض دائما إلى مجازر على يد الدولة التركية إلى العالم، وحماية هذه المنطقة من جميع الهجمات التي قد تأتي من الأطراف المحيطة به. الرحمة لشهدائنا، النصر لشعبنا، وعاشت الشعوب المناضلة في سبيل الحرية والديمقراطية.